4 سنوات في المونديال اللي نظموه، لكن كانوا المفاجأة في 2002 ولن يرضوا بغير الكأس. الكأس الذهبية من ستختار؟ من سيكون فارس أحلام 4 سنوات القادمة؟ هل هي البرازيل أم هي ألمانيا؟ الإجابة والتأكيد منذ هذه اللحظات. رائعة جدا الانطلاقة. نتفاريو داليما، الكرة الأولى تخرج بمرمى للحارس أوليفر كان. هذا جيلبرتو سيلفا، اللاعبين اللي ظهروا بشكل مفاجئ في التشكيلة البرازيلية وظهر بشكل ملفت للانتباه. كليبرسون، كرة خطيرة على القائم الثاني أوليفر كان. البداية برازيلية، كان يؤكد أنه موجود. أوليفر حارس البايرن ميونخ يلعبها طويلة. أوليفر كان ترجع بالرأس من لوسيو. كرة للفريق الألماني، خطأ الثاني للمانشات. الماكينة الهجومية الألمانية تبدأ في الدوران لأول المهاجمين كلاوزي. مشهد متجدد. كرة للتسديد، التسديد من أوليفر ريبيل كانت قوية وخطيرة على الدفاع البرازيلي. الفريق الألماني يضغط، يعمل بريسيك في وسط الملعب. ماركو بودا، تمشي البرازيل على سور طالع أم لا؟ كليبرتو يسدد والحق أوليفر كان. تسديدة كانت ضعيفة وفي الوسط في مكان سهل تدخل الحارس. والمنتخب الألماني آخر لقب رسم هو بطولة أوروبا في 96، الهدف الذهبي لبيرهوف. بينما هذا الانذار الثاني في المباراة. تصوروا في 8 دقائق زوز انذارات في المباراة. هذا الثاني على الألماني ميروسلاف كلاوزي. الحكم كولينا يحب يمسك المباراة من حديد. عائلة رونالدو أوليفر نيفيل يلعب كرة بين شايدر خطيرة جدا وكان الهدف الأول. الهدف الأول كان في أقدام منتخب إسرائيل لولا لاعب الدوري الفرنسي إدميلسون. رودي فولر كاد يتنفس الصعداء، بل أقول يتعدى كليبرسون. شايدر على الجناح يلعب كرة خطيرة كليبرسون. صلحها الدفاع البرازيلي في آخر اللحظات على ميروسلاف كلاوزي. الفريق الألماني ممتاز، الفريق اللي في وضع حرج لأنه ممكن انتظر ألمانيا في الدفاع، فإذا بي فولر يلعب الهجوم منذ اللحظات الأولى. رونالدينو يحاول تسديد من رونالدو. ضاعت الكرة الهدف الأول. غريبة برو لم يفهمها الدفاع الألماني. ريفالدو رونالدو هو اللاعب البرازيلي أخطأ طريق الشباك، أخطأ أوية في لحظات طريق. كرة جميلة، كرة ماركو بودي مرة ثانية. ماركو بودي يفشل في الترويج في مكان مناسب جدا، لذلك أقول أخشى لعشاق ألمانيا أن يكون ماركو بودا ليس في اليوم المطلوب. خطأ واضح على لعبها رونالدو. أوليفر كان ضيع الثانية. أوليفر كان أسد الشباك الألمانية يخرج في التوقيت المناسب على الولد الذهبي للبرازيل. إذا كانت الربع ساعة الأولى للفريق الألماني، الربع ساعة الثانية ممكن متعة مع زوج فرص كبار للبرازيل، فإنه المثلث الأخير من هذا الشوط الأول يظهر فيه بداية التفوق للبرازيل. لا أقول الفرق بين ألمانيا واليابان على مستوى التوقيت 7 ساعات، بينما هو 12 ساعة بين اليابان والبرازيل. الآن عندهم الساعة 8. لا ما ينجحش الكرة عرضية، يلعبها لشنايدر، التسديدة قوية لكن عالية. بارند أو يانس ييرمت لاعب بايرن ميونخ بطل أوروبا مع منتخب ألمانيا، بطل أوروبا والعالم دي بايرن، لذلك توقع ذلك. خطيرة من كليبرسون التسديدة وضع الهدف الأول. كليبرسون انتظرنا رونالدو ريفالدو، فكان كليبرسون قريب من فتح باب التسجيل. مفتاح المباراة كل في هذه اللقطة البرازيل. يلعبها رونالدو، يتركها ريفالدو العارضة الأفقية تتصدى وتمنع الهدف على البرازيل. كليبرسون كورة رائعة جدا. قلت الشوط الأول انتهى على هذه اللحظات، بل قل على هذه الغفرات للدفاع الألماني. البرازيل تسيدت الربع ساعة الأخير. كورة على العارضة أمامكم من كليبرسون،
كورة من رونالدو فسخها الحارس أوليفر كان، والشوط الأول ينتهي بنتيجة بيضاء مع السيطرة للفريق الأصفر البرازيل. في انتظام الفريق البرازيلي يعني على يسار منصة الإعلاميين خر ريفالدو، رونالدو ورونالدينو، أميلي آمال السامبا، بينما الفريق الألماني يبقى صعب ورهيب. أذكركم في لحظات بتشكيلة الفريقين. دي نيلسون كان يمني النفس بالمشكلة، ينظر للكأس، صراع كبير على كل كرة. الفريق الألماني والهدف ضاع بطريقة عجيبة من يانس ييريميتش. شوف الأقطار، شوف الأقطار والكرة ماذا تفعل. معوض بالك كاد يلقب. كرة خطيرة، القائم الأيسر، القائم الأيسر يتصدى لأوليفر نيفيل. كليبرسون في الشوط الأول العارضة والقائم في نصر البرازيل أوليفر نيفيل. ما هذا الحظ، توقع هدف للصفر من رونالدو. هذه الكرة بالراس والهدف الأول فوق مرتين. أي الكرة الأخيرة من جيلبرتو سيلفا. أوليفر كان مستحيل هذا الحارس، مستحيل هذا الحارس. هدف برازيلي خيم في سماء يوكوهاما، لكن أوليفر كان ينقذ منتخب الألمان. كرة بالراس أظن ريفالدو، أوليفر كان أخطأ في الأولى لكن صلحها من فيه. هي كرة لتسديد فرينكس، تأتي كرة فرينكس القوية، ضربة مرمى لماركوس. ألمانيا تتسيد المباراة. ذكرنا بانطلاقة الشوط الأول. كوبودا يلعبها في الوسط، ديتمار هامن، سدد هامن، كانت رهيبة جدا على دفاع البرازيل. ديتمار هامن 32 سنة، لاعب ليفربول و45 مقابلة. الفريق الألماني الآن ينوع من أداؤه الهجومي، طورا يلعب كرة برازيلية، كافو من جديد يلعب على القائم الثاني. لا رونالدو ولا ريفالدو كان في الاستقبال. كرة كانت جيدة ملعوبة من معروف بانطلاقاته من الجناح. الجماهير البرازيلية تخشى من ضياع الأمل. شنايدر يلعب كرة عطيرة، ماركوس يتدخل لكرة شنايدر لأنه أوليفر نيفيل لم يلمس الكرة. كانت متابعة جيدة من أوليفر نيفيل في المهاجمين في العالم. ديتمار هامن يضغط عليه رونالدو، يفك الكرة رونالدو، ريفالدو يسدد، رونالدو في الهدف الأول. أوليفر كان يرتكب خطأ قاتل، خطأ البطولة قد يساوي، ورونالدو في الهدف الأول. ريو دي جانيرو، مدينة الولد البرازيلي لويس نازاريو دي ليما الشهير برونالدو، لن تنام هذه الليلة على الأقل في مستوى هذا التوقيت. برازيل يتقدم بهدف، خطأ واضح من أوليفر كان. رونالدو في المتابعة والهدف السابع لرونالدو في المونديال. البيل 1 ألمانيا 0. هذه المباراة فرينكس يسدد، فرينكس كرة خطيرة وعالية للحارس ماركوس، ضربة مرمى. ننتظر إعادة الهدف بصورة جديدة ومن زاوية ثانية. حرصين على إيطاليا، ننتظر التسديدة، كرة خطيرة وضربة من يانس ييريميتش. الأمطار تتهافل بغزارة هنا في كوهاما، ركنية لألمانيا. قلت البرازيل ربحت فوز، يعمل مراوغة جيدة، ريفالدو، رونالدو الثنائية البرازيلية من رونالدو. واليوم رونالدو بالسيدرية يصبح رصيد 12 هدف في كأس العالم في مشاركته، عادل رقم الجوهرة السوداء بيليه. هذا بيليه الجديد البرازيل. خلاص السيلساو ومنتخب السامبا البرازيلي بطل لكأس العالم 2002. أعجب الألمان، أعرف عزيمة الألمان، لكن في 2-0 قبل 10 دقائق من النهاية خلاص لا بينتا كامبياو، الكأس الخامسة يا برازيل. كليبرسون رجل المباراة، ريفالدو بالفنيات والألماني في الهجوم. آخر قوة من فرينكس، خطيرة ماركوس على كورة بيروف. اسمحوا لي يا عش برازيل، تمنيتها في الشبكة من أجل إثارة وتشويق في هذه النهاية. يرجع شنايدر وماسك بكل قوة كأس العالم. فرصة أخرى تضيع على ألمانيا. اليوم الفريق الألماني يعني نقصه كان اللاعب
اللي يلقى اللمسه الاخيره امام الحارس ماركوس. لم يقصر فريق الالمان، كانوا طيب، لكن الدفاع لا اقول لم يكن في يوم وايضا مخالفه. وكولينا يمسك كرة الذكرى في المونديال. البرازيل في الكأس الخامسة بعد 58 في السويد، 62 يوليو، 70 في المكسيك، 94 في المونديال الامريكي. المونديال الاسيوي المشترك بين كوريا واليابان بالوان الاصفر او بايقاعات السامبا. فرحة برازيلية، انتصار مستحق وبطولة كان جدير